نظام المخزن يمنح ثروات الصحراء الغربية لشركات تابعة للكيان الصهيوني. وعسى وابلغ لي البرد. إسرائيل تدرس إيجابا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا. صافي فهمنا مزيان. غير هي واحد الحاجه مجدوره في الصين، شا كيفاش غادي يدير له وهو مشى على حساب الصحراء المغربيه 100% ما محيداش. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. قول السي هيونغ يوشو ان الصحراء ليست مغربيه. هاد الشيء علاش مشى، ولكن الضربه القضيه جات من اسرائيل وبدون اي مقابل من المغرب، باش تعرفوا ان اليهود فيهم الخير على شي وحدين. السلام عليكم خوتنا. يا درا الشعب الجزائري ياكل اللحم ناري، ياكل الحوت، ياكل الفواكه، علاه ماشي عايش كيما الشعوب؟ علاه؟ واش تقول؟ أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل. ايوا انت وش باقيكم؟ راكم موتى. وش باقيكم؟ إذا ما ياكل فواكه، ما ياكل حوت، ما ياكل اللحم، ما كان طرقان، ما كان مدرسات، ما كان مستشفيات، الدودارات، البراجات. الشعب الجزائري وين راه الاستقلال؟ الله يرحم والديكم قولوا لي الاستقلال اللي ديتوه كي داير. الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة. لكن المروك راهي تدخل في 7 مليار دولار بمصنع الرونو اللي راه يبعث لافريقيا كامله والاوروبا وتركيا والسماء والزهره. الزهره راهي راكبه في رونو مصنوعه في المروك. اش تقول؟ ومن خلال هذه الرسالة رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العاهل المغربي قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء. العسكر كامل يا أيها الجزائريون. إسرائيل تعترف بمغربية الصحراء، ولكن العزاء في بنغلاديش. ناري اش تقول؟ كنقصد العزاء في شيراطون. اش تقول؟ بلاد الغاز والبترول. سيتم إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار. كما كان متوقعا، صراخ وعويل ونباح ولطم وكل أنواع البكائيات والمظلوميات في حظيرة الجزائر. اليوم غادي يكون عزاء في شيراطون وفي غير شيراطون، وأنا كنقصد تلك الأطراف اللي كتغنى بما يسمى بقضية فلسطين وكتتاجر فيها، حتى هي داخلة معهم الآن في بكائيات. هادشي علاش متابعينا الكرام، وشوفوا معايا المفارقة العجيبة. الدولة اليهودية إسرائيل تعترف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، والمغرب لم يقدم لها أي شيء في المقابل، لم يعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، لأن القدس كتبقى لنا نحن كمسلمين خط أحمر. بدون أي مقابل إسرائيل تعترف أن الصحراء مغربية بدون أي حاجة ولا مقابل، العكس ديال جيراننا كيحفروا لنا. جيراننا هادو ديك اللعيبة ديال خوا وطوا ما كاينة لا هادي لا هاديك. لملف الصحراء، وأنا حتى أعتقد أن ملف الصحراء والمغرب والعلاقة الإسرائيلية المغربية لم يتم تناولها في المكالمة الهاتفية التي جرت بعد ظهر اليوم بين بنيامين نتنياهو وبين بايدن. ما أعتقده أن لم يكن لإسرائيل أن تقوم بهكذا خطوة دون أن تكون هناك على الأقل إبلاغ للجانب الأمريكي أو تنسيق معه. نحن نتحدث عن رسالة. شوف سيدي، احنا ما عندناش غرام ديال المشكل، المهم انهم اعترفوا بالصحراء المغربية. يكونوا قالوها الامريكان ولا لا، احنا ما شغلناش في هذاك الشيء، المهم راه قالوها اعترفوا بها، هذاك الشيء احنا اللي بغينا. وفي هذا الصدد أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، وشدد أيضا على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. كونها خبروا جيراننا حتى هما يقولوها لهم مساك باش الطيط يجي يجري من الصين. واش عرفتوا علاش غادي يجي يجري ولا لا؟ باش يمشي يجري لإسرائيل يقول لهم التطبيع والغاز والبترول كل شيء على حساب عندكم الطيط، غير قولوا أن الصحراء ليست مغربية.
الحديث الحقيقة على حق تقرير المصير للقبائل هذا خط أحمر بالنسبة للجزائر، وتعرفون يعني كيف توترت العلاقات بين الجزائر والمغرب عندما صرح مسؤول مغربي في هذا الخصوص. حلال عليهم وحرام علينا. لا سي هذاك الشيء ما كاينش، قيسونا نقيسوكم، ما كاينش اللعب. زعما هذيك اللعبه ديال حنا جيران ولا شي لعبه راه ما كايناش. وهذا الفيديو هذا اللي جاي لصحاب خوا تصنتوا سمعوا. لذلك انا قلت واحد القضيه ومن دابا انا اعيدها. انا منذ سنتين لا اؤمن بخوا خالص، لا اؤمن بها بتاتا يا اخي. هناك شوف استهدفت اراضينا منذ 50 سنه ولا جزائري يتكلم، اللهم بعض القليل قله قليله. قالوا يا رسول الله انهلك وفينا الصلحاء؟ قالوا نعم. قال نعم اذا كثر الخبث. ايوا انت اذا كثر عندهم الخبث. استهدفنا في اعراضنا ولا جزائري واحد خرج وقال اللهم ان هذا منكر. قطعوا علينا الغاز وما ادراك ما الغاز في لحظه حرجه وفي ازمه دوليه استطاع المغرب يقف على ارجله ولم يتدخل واحد. هل شاهدت الجزائر واحد يقول اللهم ان هذا منكر؟ لماذا قطعتم الغاز على اخواننا المغاربه؟ لماذا تعطون الغاز لاسبانيا وتقطعونه على المغرب؟ هؤلاء مسلمون وهؤلاء مؤمنون، هؤلاء اخوه لنا وهؤلاء يعني اصهارنا واخواننا وعشنا معهم وبيننا وبينهم عش وكانوا سندنا ايام الاحتلال الفرنسي. واش فتي؟ لم نسمع بأهدهم، وبالتالي من كان يرضى لنا ان نعيش امام هذا النظام ويرضى لنا ان نستهدف في اعراضنا وان نستهدف في ارضنا وان نستهدف يعني حتى في حياتنا ونستهدف حتى في أي شيء ولا يتحدث، لا يستحق أن يكون خوا إلا أن يتوبوا عن غيهم ويعودوا إلى رشدهم فقد أنا لهم ذلك. هذا ميساج لهذوك اللي تيقولوا خوا لأن هذاك الشيء اللي وقع في التاريخ راه ماشي هو هذاك، هضر على الكبرانات. ولكن راه كاينه واحد الفئة منهم الأكثرية منهم راه مع النظام الجزائري. حيثما حل تبون حلت الكارثة. إعصار كبير في الصين وبالتحديد في بكين حيث يوجد سي تبون. هو وصل والإعصار وصل معه. هاي الصورة يقول لك على كل حال أنه الصين تصدر الإنذار البرتقالي. المغرب اصلها ليست المغرب ما عندهاش مش بعيده عنها. لا المغرب ما عندهاش الفلوس بتاعت الخليج يا سيدي، يعني لو افترضنا ان الخليج اعتبرها زي مصر ناجحه ليه؟ ما هو ده السؤال. هذا هو السؤال اللي محير بزاف ديال الناس ومنهم القوه الضاربه، القوه يا سيدي المهيمنه ديال الغاز والبترول. الهلاك والديار يطيحوا عليهم وحنا مغبونين. لا فائده هذه السلطه، كاع ما فائده. تبون شكون هو؟ تبون كان في وسط الشعب، واللي كانوا في الوزاره كانوا في وسط الشعب. كيف يكونوا هما اسياد علينا؟ هادو كيفاش يجوا يولوا اسياد؟ انا اللي يولي سيد يكون مثل اعلى لي، يجي يجيب لي الهلاك. تقول جاب الدمار جاب الكوفيد وجاب الهم والغم. ملي جا تبو جاب وتيقول لك اقوى دوله في المنطقه. سمعتي مزيان؟ ديما هما مخرجين عينين في ناس اخرين. حنا راه بحال ما هكا وبحال ما هكا وانتم والو. نعم، حب من حب وكره من كره. سياسيا الجزائر راهي اقوى من هذه البلدان الاخرى. كاين اللي قاكوا على دخلتوا السياسه. نعم سياسيا حنا اقوى. سياسيا اقوى فاش؟ ما عرفتش. واش كاينه شي حاجه ما كنشوفوهاش حنا؟ والله ما عرفنا. الا كانت شي حاجه بينوها لينا هذوك لوك. جيراننا والمغاربه قدروا يسوقوا للقفطان، حنا ما قدرناش نسوقوا للقويط والكراكو. وهما قدروا يسوقوا للقفطان اللي عرف انتشار كبير في العالم، واصبحوا حتى نجمات عالميات يلبسوا القفطان. زادوا عليه بعض التعديلات ولاو يلبسوه في المحافل الدوليه وفي المهرجانات تاع السينما الى غير ذلك. غير القفطان المغربي بوحده شكل عقده كبيره للقوه الضاربه. هذه غير لبسه سميتها القفطان، ولكن لاش باغيين يسوقوه هما القويط. زيد انت هضر معاهم الاسماء اللي كيلبسوا. القويط قال لك يلاه زيد ما يهربلكش. صلوا على سيدنا محمد هي الاولى. صلى الله عليه وسلم. ايوا سيدي باب الله. 10000 10000 15 20 وين عاد من 20 25 30 35 40 45 الله يربح 45 الله يربح 45 السكرة طايحك.
هذه راها دولة الغاز الناس العزاز، دولة الغاز والبترول والمزايدة على اللحم. تا أول مرة كنشوف أنا هذا الشيء. تا أشنا هو هذا الشيء هذا وقع عند القوى الضريبة. هذوك اللي كانوا مخرجين عينيكم واش هذا الشيء هذا؟ ناري يا صاحبي على بلان. أمي ولا العاصمة زيادة على المخطط الاستراتيجي زيادة على المخطط الاستراتيجي. احنا اليوم 15 اورو. هادو راه المسؤولين ديال الدوله اللي كينوك، ولكن ما ندوش عليهم مساكن راه ما قارينش، عارفين غير الفرنسيه اما العربيه لا. الدارجه مساكن راه عندهم معكله. هاد الشيء هذا راه كلشي عارفوا على هادوك اليوم، ما خرجت ليه مسكين الكلمه غير صحه. بلد متفتح. السنغال بكاملها وموريتانيا بكاملها والمغرب وتونس والجزائر كل دولة واحدة تحت حكم يوسف ابن تشفين رحمه الله. جيشه كان 100,000 مسلم. الله أكبر. الجيش بتاعه 100,000 مسلم. نعم. ولقى انه اسس مدينة ضخمة جدا اسمها مدينة مراكش، اول مرة تكون موجودة على في التاريخ على ساحل المحيط الاطلنطي. وراح معاه زار مدينة مراكش ولقى المدينة في قبها وفي قصور وفي وزارات وفي شوارع وفي يعني سبحان الله في دولة حقيقية. هذا راه التاريخ وما لا يعرفوه الا شي وحدين كاين هكا ما يعرفوش مساكن كيحاولوا انهم يتجاهلوه. ولكن يا حسرته الامبراطوريه المغربيه الشريفه من القديم وهي كاينه وياه. واخا نحبس. الجزائر بلد مساحته الأكبر إفريقيا، بلد الشمس التي لا تنقطع عنه طول السنة، بلد باطنه كل غاز وبترول، بلد مدخراته فاقت 200 مليار دولار، بلد نال استقلاله أكثر من 50 سنة. ولكن تصنطوا مزيان، هذا الشيء هذا كامل كاين هك. ولكن بالرغم من كل هذا يموت فيه مواطنيه من شدة البرد شتاء، ويموتون صيفا من شدة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي والماء. تفوق درجة الحرارة إلى ما فوق 50 درجة في كثير من مناطقنا الجنوبية، ومع ذلك يقطعون الكهرباء والماء عنه. والغريب في الأمر تصدر الجزائر إلى جيراننا الكهرباء وحتى إلى إسبانيا. وإذا سألت يجيبك كبير المسؤولين لهذا القطاع أن الخلل والعلة في ارتفاع الطلب وتسجيل استهلاك قياسي في الطاقة الكهربائية. هذا هو الشعار ديال الكبرانات كيلقاو ليه الحل قدام الشعب الجزائري. ولكن الأغلبية ديال هذوك لوك سرهم الناس العزاز هذا الشيء هذا اللي واقعين فيه. أما الآخر حيد على واحد الفئة، أما اللي باقي راه سرهم الناس العزاز هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. تهلاو في راسكم الفيديو الجاي إن شاء الله.